زار في الفترة الأخيرة الفنان الكبير فريد شوقي والسيدة حرمه برلين، وقد استقبله جمهور برلين بالترحاب الشديد، وكان له لقاءات عديدة وخاصة مع الفنان وحيد شحرور والعالم الفلكي السيد لوسي الألوسي. ونعرض لكم سيداتي أنساتي سادتي بعضا من هذه اللقاءات خلال زيارة الفنان فريد شوقي. مرحبا. اهلا 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 استاذ حسن، ازيك؟ بالصحة. اهلا بالفنان الكبير الاستاذ فريد شوقي. مرحبا يا شباب. ما تشعل الضوء من هناك لك. نعم. يعني نقدر نقول ان حضرتك لسه ما زلت بتواصل بالنسبه للسينما الجديد؟ ان شاء الله طبعا. ان شاء الله. طب في شيء لسه حضرتك ما قدمتوش بالنسبه للسينما؟ خمسون اخير يعني افلام طب بالنسبه لنجومنا الجديده مين اللي يشابه حضرتك او مين اللي هو ممكن نقول عليه الابن الصغير؟ الابن الصغير للاستاذ فريد. من نجوم الجداد كل واحد ليه شخصيته. لكن ما نقدرش نقول ان في ابن صغير لفريد الاستاذ فريد. نور الشريف. نور الشريف. نور الشريف. ان شاء الله على الربيع عشان كده مش عايزين نطول على حضرتك في الاسئله يعني. تروح له والله ما طريق نصيبه. على قد العداوه اللي كانت موجوده بين حضرتك وبين الاستاذ محمود المليجي في السينما، اعتقد ان كان في صداقه شخصيه. نقول ان بالنسبه للسينما المصريه افتقدت الاستاذ محمود المليجي يا استاذ فريد. بالنسبه للسينما افتقدت الاستاذ محمود المليجي طبعا، لكن ما فيش برضه البديل له. لا ما فيش حقيقي. وحيد من المطربين. انا في برلين. نحن في برلين والشباب كلها اليوم سعيد الصراحه بالاستاذ. والله الجاسم داخل جيت على برلين زياره للاستاذ زياره. اهلا وسهلا فيك استاذ فريد شوقي. طبعا انت سمعنا انه حجيت صحيح ولا؟ الحمد لله. ابو حسن شو رايك في المطرب احمد عدويه؟ والله مطرب كويس وليه لون ودليل نجح بقاله اكتر من ربع قرن. استاذ فريد شوقي نحن بنقول لك انه الجماهير كلها معجبه فيك وافلامك يعني بكل صراحه يعني بعد فريد شوقي لحد هلا ما فيش صراحه يعني انا من المعجبين ممثل جيل اجيال جيل اجيال. ما ظبطت. حضرتك بعيد عن مصر من مده.